السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير وعلى خير. اليوم تنقول لكم وداع استئصال اللوزتين، ولو كل الحجم ديالهم كبير ما تحيدوهمش، راهما خط الدفاع الاول في الجسم ديالنا، ما نزربوش ونحيدوهم. ولو كانوا بحجم البرتقاله راه نعطيكم طرق طبيعيه وفعاله. اشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، فعلوا زر الجرس 2 مرات باش توصلوا دائما بالجديد ديالي. كيف قلت لكم الحلاقم عندهم واحد الدور كبير في الجسم ديالنا، ما نزربوش ونحيدوهم. راه طرق طبيعيه باش غادي نقدو نعالجوهم. ديروا جيم باش هذا الفيديو هذا بالذات يوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس. راه كاينين الناس اللي ساكنين في العروبيه بعيد عليهم السبيطار، ما عندهمش الفلوس، وليدات صغار اللي تيعانيو من هذا المشكل ديال التهاب اللوزتين وما تيمشيوش في خطره المدرسه. علاش؟ لان هذا المشكل تيأرقهم يومين 3 ايام تيمنقوا، اقل حاجه في الشهر يومين 3 ايام تيمنقوا من المدرسه. فالله يعطيكم السر كي تنقولوا دير الخير تلقاه. بارطاجيو اخوان الاخوات، الناس اللي تعرفوا عندهم هذا المشكل ديال التهاب اللوزتين وما نزربوش نحيدوهم. راه الفوائد ديالهم في الجسم ديالنا راهما خط الدفاع الاول في الجسم الانسان، فما نزربوش ونحيدوهم. راه اي حاجه تدوز على الفم او الانف راه لابد ما تدوز على هذوك اللوزتين او الحلاقم، وتنقيوهم من الفيروسات. يعني اي فيروس يقدر يدخل الجسم ديالنا تيدوز على الحلاقم وتيتحدوا وتيضاعف الحجم ديالهم وتيديروا مضادات ضد الفيروسات. وبزاف ديال الناس يحيدهم، ولكن مع المده مع السنوات تيندموا لان عاد تعرفوا بالقيمه ديالهم. فراه اليوم انا نعطيكم واحد العلاج فعال سهل وبسيط ومتواجد في اي بيت واي دار. ما نطولش عليكم اكثر، وان شاء الله غادي نعطيكم الوصفه سهله وسريعه، وفي ظرف 3 ايام ان شاء الله غادي تهناو من هذا المشكل ديال التهاب اللوزتين. عندنا رابعه ديال الماء تنطيبوا فيها 3 المعالق كبار ديال القهوه، يعني تنديروا ديك القهوه تكون شويه قاصحه. تنديروا معها عويد ديال القرفه وجوج عويدات ديال القرنفل او 2 حبات ديال القرنفل، وتنطيبوا القهوه. بالنسبه للوليدات الصغار نديروا لهم شويه القهوه خفيفه، نديروا غير 2 معالق كبار ديال القهوه. وبالنسبه للناس اللي هما كبار نديروا 3 المعالق كبار ديال القهوه في 4 ديال الماء. تنطيبوها بالطريقه اللي مولفين تنطيبوها. كاين اللي تيطيبها في العصاره، كاين اللي تيطيبها عادي في كاسرونه. المهم من بعد ما تطيب القهوه مع داك العود ديال القرنفل، 2 عود القرنفل وعود ديال القرفه، تنصفيوها وتناخذوا نص كاس ديال القهوه. بالنسبه الى كان الانسان كبير تياخذ كاس لاروب ديال القهوه، تنعصر عليه نص حامضه. انا حيت ما محتاجاش اليوم الوصفه غير تنفهمكم، غادي نعصروا نص حامضه مزيان على ديك القهوه. ومنين نبغي نحرك ما نحركش بمعلقه، نحرك بشي حاجه ديال الخشب، معلقه خشبيه. النص الثاني اللي تيبقى لي الحامض تنقلبوا على شي طبسيل باش ما يفقدش ليا فيتامين سي، وتنحتفظ به حتى الوقت اللي نبغي نعاود نكرر هذه العمليه. من بعد ما تنعصر الحامض على القهوه تنحركوا بمعلقه ديال الخشب، وتنقوموا بعمليه الغرغره 3 المرات في النهار، في الصباح قبل الافطار وفي العشيه وقبل النوم. راه الحامض عنده فعاليه كبيره على الحلق ديالنا. راه الليمون غني بفيتامين سي وفيتامين جي، وايضا فيه مضادات الاكسده اللي تتقلل من خطر الاصابه بالعديد من الامراض وتنقي لنا الحلق، فهو صديق الحلق، وايضا مضاد فعال للجراثيم. يعني راه الرحمه الا درتو كاع غير الحامض بوحدو راه الرحمه. تنقوموا بعمليه الغرغره عده مرات. الناس اللي هما صغار شويه تجيهم القضيه صعيبه، ولكن الناس اللي هما كبار غادي منين يبغيو يغرغروا بالحامض مع القهوه يحاولوا يخليو هذيك القهوه مع الحامض شويه في الحلق ديالهم، عاد يلوحوا هذيك القهوه. اما الوليدات الصغار نحاولوا معاهم باش ما يسرطوش القهوه. اللي بغيت نقول لكم ما نحليوهاش بالسكر وما نحليوش بالعسل الحر، يعني تنخدموا الوصفه كما عطيتها لكم اياكم باش تحليوها من السكر. والا كانوا الحلاقم ملتهبين بزاف اكثر من القياس ما ناكلوش
او ما نتناولوش السكر بمره. السكر الابيض نبتعدوا عليه يعني في الفتره ديال العلاج. هاد الوصفه هذه تنستخدموها مده 3 ايام ولو براو لينا الحلاقم غادي نستمروا فيها. علاش؟ باش يموتوا هذوك الجراثيم ونتهناو من هذا المشكل. الى نض الصباح لقيت فيا الحلاقم في البلاصه نمشي ندير القهوه الحامض نغرغر بهم في 24 ساعه غادي نتهنى من المشكل. ولكن نستمر ونكمل 3 ايام ديالي باش هذوك الميكروبات ما يبقاوش، ونتاكد بانني بريت 100%. الناس اللي عندهم الحلاقم مقيحين نكمل الدواء ديالي ونقوم بعمليه الغرغره بالقهوه والحامض. راه الرحمه، راه مجربة ومضبولة وفعالة 100% وطبيعية. تنتمنى ان شاء الله باش تبارطاجيو مع الاخوان والاخوات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.